والله يا بنات وما بعد الله قسم. كل اللي هحكيه في الفيديو ده حصل. مين هي أم جنى؟ أم جنى دي ست مصرية عندها تقريبا 35 سنة، عملت نظافة في المصلحة الحكومية اللي أنا شغالة فيها، متزوجة وعندها 3 أبناء، بنتين وولد. في يوم من أيام رمضان تقريبا سنة 2018 نزلت أصلي الظهر في المصلى الخاص بالنساء في الشغل. كنت أول مرة أشوف الست دي. كانت بتحكي للستات اللي جاية تصلي وتبكي بحرقة من موقف سخيف حصل لها من حماتها وزوجها. حماتها وزوجها يا بنات طبخوا اللحمة بالليل وهي نايمة عشان ما تاكلش منها. الست كانت بتبكي بحرقة. بعد كده جت عندنا الدور وبقت ماسكة النظافة في الدور بتاعنا، وكانت بتجينا المكتب وتحكي على إنها أخدت قرض عشان زوجها يعمل مشروع، وزوجها خد الفلوس وصرفها وما عملش بيها أي حاجة، والست قعدت تسدد في الديون اللي اتراكمت عليها، وطلب منها إن هي تعمل قرض تاني في أثناء ذلك. فعلا قدمت الست على القرض لكن منفعش لأنها كانت مازالت بتسدد في القديم المتراكم عليها. قوم بقى إيه الكلب ده يكشر عن أنيابه ويطردها هي وبناتها الاتنين وخد منها الولد، وبدأت تتشرد من هنا لهنا، وأهلها طردوها عشان البنتين بيضايقوا أخوها الصغير، فأمها طردتها. لحد هنا سابت أم جنى الدور بتاعنا، وعرفت إن هي اتفصلت من الشغل. معرفش السبب بالظبط، وشفتها مرة أو اتنين هي بتحاول ترجع للشغل لكن منفعش. بعدها شفتها في الشارع بتشحت ببناتها الاتنين، ومن ساعتها ما شفتهاش إلا امبارح يا بنات يوم الأربع 13/8/2025، ومعاها بنتين وبناتها الاتنين وواحد. أنا وقفت عشان كنت عايزة أسلم عليها وأسألها عملتي إيه، لكن فجأة يا بنات لقيتها جارت يمت عربية كسح المجاري اللي قدام شغلي، وفضلت تبوس في العربية وتقول القطر بتاعي جه، القطر بتاعي جه. أم جنى يا بنات فقدت عقلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كثرة الضغط يا بنات بتولد انفجار. احنا ايه الا شوية اعصاب بتتحكم فينا مواقف؟ ايه اللي يخلي ست عندها لقمة عيش تخاطر بيها وتاخد قرض عشان حد ما يستاهلش؟ ده لا سند ولا رجل ولا يمت للرجال بصلة. يا بنات احمدوا الله على نعمة العقل وكفى بها نعمة، اقسم بالله وكفى بها نعمة. اللهم احفظ علينا عقولنا ابدا ما احييتنا، وصحتنا وعافيتنا يا رب، ولا تحوجنا لحد ابدا. ايه اللي يخلي واحدة تهين نفسها وتذلها عشان حد زي ده؟ ده لا اسمه حب ولا اسمه تضحية، ده اسمه كره للنفس. هي كرهت نفسها عشان كده رمتها في الجحيم. ذنبهم ايه البنات؟ ليه شبابك؟ ليه تسمحي للضغوط تكسرك؟ ليه تخلي زي واحد ده ينتصر عليك؟ فين عقلك قبل ما يروح عقلك؟ يا بنات والله أهم حاجة نفسك. ابدأي بنفسك، اكرمي نفسك، طبطبي على نفسك، لأنه زي ما القانون لا يحمي المغفلين، اللي قام ما بيرحموش الطيبين ولا عزاء للأغبياء. انت ارتضيتي بالذل ليه؟ عايشة مع تعالب مع تعابين. حاجة من الاتنين، يا إما تتعلمي تكوني حية زيهم عشان ما تتاكليش، يا إما تكوني زيهم مجنة. شفتي موقف 2 3 وحش، اقفي اعملي ستوب، اقفي مع نفسك واكتبي الموقف وانا اتعلمت منه ايه. ان ما اتعلمتيش منه درس يبقى اشتغلي على عقلك، طوريه، خليه يفكر، اعصري عقلك لانك تستحقي، لانك تستحقي، انت تستحقي. والله العظيم يا بنات اعرف ستات يمشوا الحموات يعني اللي زي حماة ام جنى دي على العجين ما تلخبطوش، بالادب وبالعقل. علميهم الأدب بأدب عشان محدش يعرف يغلطك، علميهم الأدب بأدب. والله يا بنات أنا أعرف حما من الطراز اللي هو الفتاك زي الصواريخ كده، بتتحايل على مرات ابنها عشان تنقل، بتتحايل على ابنها عشان ينقل مراته لبيته اللي بناه بره بيت العيلة، والبنت مش راضية. قصتها ايه دي بقى؟ دي زوجة عندها 5 أبناء اللهم بارك، زوجها مغترب في بلد عربي، والبنت بتلبس ولادها أحسن لبس وبتأكلهم أحسن أكل، وبتلبس هي لبسها الشرعي. والبنات اللي بتلبس اللبس الشرعي يا بنات عارفين إنه غالي، لأن الغالي ما يلبسش إلا الغالي. وعندها البنت دي بقى عندها ثبات انفعالي وبرود أعصاب، مهما حماتها بقت تقول وتعيد ولا يهمها، تلاجة. ودي ميزة مش عيب. أنا طبعا سامعة واحدة منكم بتقول إيه عشان زوجها في صفها، وإنت كمان زوجك هيبقى في صفك بقيام الليل، هم ركعتين قبل الفجر، قولي فيهم وفضفضي اللي في نفسك وهتشوفي العجب.
هتشوفي العجب بإذن الله، لأن الله لا يجرب. ثقي بالإجابة، ثقي بالإجابة، ادعي وثقي بالإجابة، لأن الله لا يجرب. الله يا بنات أحن علينا من الأم بولادها، أحن علينا من أحن شيء علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. سامحوني يا بنات بالله عليكم، سامحوني صدحتكم أنا النهاردة، صدحتكم يا بنات، بس والله لما شفت منظر أم جنى بهذا الشكل، والله يا بنات وربنا يشهد، وربنا يشهد إني رجليا معرف إزاي وصلت البيت. والله يا بنات كانت زينا، بتحكي زينا ومؤدبة وبتتكلم حلو. والله وجعت لي قلبي، والله وجعت قلبي عليا، وجعت قلبي جدا يا أم جنى. اللهم اشفها وعافها يا ربي، لا يعجزك شيء. اللهم اشفها وعافها شفاء لا يغادر سقما، لا يعجزك شيء يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا بنات والله ما عايزين نسخ تانية من أم جنى. الحمد لله إن إحنا مسلمين، الحمد لله إن إحنا مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما الراجل قال له أوصني، قال له لا تغضب، لا تغضب. الزعل يا بنات، الزعل يا بنات والله ما في حاجة تستحق، والله كله تحت رجلك، والله كله تحت الجزمة. ما فيش حاجة تستحق، لا زوج لا ابن عاق لا ولا شيء. أهم حاجة صحتك ونفسك وعقلك يا بنات، والله والله ويشهد الله إن ده اللي شفته في تجارب الحياة اللي أمامي. لما تكوني مهمومة يا بابا، لما تكوني مهمومة توضي وصلي وقولي يا رب. استغفري كتير، استغفري كتير يا بنات، شغلي لسانك ده، استغفري، استغفار استغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ده كلام رب العالمين يا بنات، ده كلام مصدق، ده كلام رب العالمين. طيب فرضا إنك مبتلية، اللهم ارفع عنا الابتلاء يا رب، اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد ابتلاء يا رب. فرضا، فرضا إنسان مبتلى، الابتلاء الشديد يا بنات والله وما بعد الله قسم لا يزول إلا بالرضا به. ارضي بيه، ارضي بالابتلاء ده، والله والله هتشوفي العجب. الابتلاء ده هيبقى نعمة، هيتحول لنعمة، هيتحول لحسنات، هيتحول لحاجة كبيرة سبحان الله. يعني بصي انقلاب ب 360 درجة، تتحول لصالحك. والله 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 يشهد على ذلك. إذا كان الله منع عنك شيء فده خير ليكي، عطاؤه خير ومنعه خير. السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، البكر بنت سيدنا الصدوق الصديق أبو بكر، لم تنجب. وهو ده مش ابتلاء، يعني إن السيدة عائشة لم تنجب، لم ترزق بأبناء، لم ترزق بأطفال، ومع ذلك راوت عن النبي صلى الله عليه وسلم معظم الحديث. ما قعدتش تولول وتقول يا ما جبتش يا ما عملتش، ما رميتش ودنها لحد يفضل يحبط فيها ويكسر فيها على شيء مش بإيدها. كل اللي عايزة أقوله يا بنات في الفيديو ده، أهم حاجة صحتك نفسيتك، مفيش حاجة تستحق بعد عقلك. ما تسمحيش لحد يدخل جواكي، كله قدامك، كله حطيه قدام عينك، ما تخليش حاجة تدخل جوا، كله برا. فلتري، اعملي فلتر، اعملي فلتر. أهم حاجة نفسيتك، ما فيش حاجة تستحق بعد عقلك. ما تسمحيش لا الهم ولا الغم إنه ينغص عليك حياتك وعيشتك. ولو زعلانة يا بنات من زوجك، يعني أي زعل، خلي في بقك الكلمة دي، الله الله ربي لا أشرك به شيء. والله هتتصالحوا بإذن الله. شغلي عقلك وطوري عقلك واقري واعرفي ونمي عقلك. ولو وصلت يا بنات معايا لحد هنا، أسألك دعوة حلوة، ويعني مش عايزة إلا دعوة حلوة، ولكم بالمثل، وجزاكم الله خير. سلام يا بنات، سلام.